بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، وشاهدوا الفيديو للآخر. النهاردة هعمل معاكم يا حبايبي كماج، وهعمل عجينة البيتزا. هعمل معاكم النهاردة بيتزا. الدقيق ده حط على ملح يا حبايبي، رشة ملح ورشة سكر، وده لبن رايب اهو يا حبايبي، وهنحط عليه شوية زيت وشوية ومعلقة خل. بسم الله. والخميرة يا حبايبي انا مدوباها اهي، احط شوية خميرة واسيب الباقي للبيتزا. وده لبن رايب اهو يا حبايبي. بسم الله. وهنحط شوية زيت، انا ما عنديش سمنة فهحط شوية زيت. وهنحط معلقة خل، كله على بعضه يا حبايبي. بسم الله. معلقة خل بس، وهنعجنه بقى. من اللبن ما قدرش بنزود بمية عادي. استنى كده، هنضيف شوية مية يا حبايبي لأن اللبن قليل. لما اجي اعجن عجينة البيتزا هقول لكم مقاديرها برضه. بسم الله. هعجنها بقى، وما اخلصها عجين يا حبايبي ارجع معاكم تاني. كده يا حبايبي خلصنا الكماد اهو. بسم الله. بدل ما عادش بيلزق في ايدك كده وايدك بتطلع نضيفة، يبقى العجينة كده بقت مظبوطة. بسم الله. وده دقيق البيتزا يا حبايبي، هنحط عليه رشة ملح ورشة سكر وكيس لبن بودرة. هفتح الكيس بس يا حبايبي. وكيس لبن بودرة يا حبايبي، اللي هو ده ب7 جنيه. يبقى كده حطينا رشة ملح ورشة سكر وكيس لبن بودرة. ودي الخميرة بتاعتنا يا حبايبي، ندوبها في مية. بسم الله. نحط ومعلقة خل برضه. بسم الله. ونص كوباية زيت، انا عارفة بالعين كده. بسم الله. وهنعجن بقى يا حبايبي بمية. اعجنها بقى يا حبايبي وارجع معاكم تاني. كده كده يا حبايبي خلصت عجينة البيتزا اهي. هسيبها بقى ترتاح هي والكماج ساعتين، وهبطط الكماج يا حبايبي. وما اجي اعمل البيتزا هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده عجينة البيتزا عملتها في الصينية عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ولازم يا حبايبي نخرمها كده اول عشان ما تقل، لازم نخرمها كلها. انا عجناها معاكم يا حبايبي. متنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. ربنا يسعد قلوبكم عشان اكبر بكم باذن الله، عشان احقق شروط الربح. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، واللي نفسه في حاجة تتحقق. انا عاملاها من غير لحوم ومن غير حاجة، بتاع بزيتون. والخلطة دي يا حبايبي بصل على فلفل على طماطم، ومسويهم لان احنا ما بنحبش الحاجة تبقى جامدة شوية. هندهن بقى البيتزاية صلصة. واللي عمل الخلطة دي بنتي يا حبايبي في أولى إعدادي. ربنا ينجحها يا رب، ويخلي لكم اللي نفسه في خلف يا رب، ربنا يديه. عكا صلصة يا حبايبي وارجع معاكم تاني. كده دهناها صلصة يا حبايبي. هنحط من الخلطة اللي أنا قلت لكم عليها.
زي ما قلت لكم انا بحب اسويها لان بنحبش الحاجه جامده. انا ايدي غسلايه يا حبايب، والاكل ده احنا اللي هناكله. وطالما نظافه ايدك كله نضف وشطها. لو عندك فراخ بقى حط، بس انا ما عنديش فبستكفى باللي موجود. وهنحط بقى زيتون يا حبايبي، جايبه زيتون مخلي جاي، وجبنه موتزاريلا يا حبايبي. الكيس ده انا جايباه من شربين ب50 جنيه، وشويه الزيتون دول يا حبايبي ب15. هنقطع بقى عليها جبنه، هي ماسكه في بعضها لان كنت حطاها في الفراخ. لو عندك بقى فراخ، لحمه مفرومه، تونه، زي ما انت عايزه اعمل، المتاح عندك اعمليه وما توقفيش نفسك على حاجه. وبدل مسميه الله في الحاجه اللي بتعملها بتطلع معاكي حلو. انا عامله 3 صواني يا حبايبي، عشان هو اول مره نعملها على فكره يا حبايبي، فانا عملت دي اول صينيه معاكم، واعمل الاتنين التانيين وارجع معاكم بقى. رجعت معاكم يا حبايبي كده، ولعنا الفرن اهو، وهنزق هنحط اول صينيه. بسم الله. اما تستوي بقى يا حبايبي اوريكم الشكل ايه اما تستوي. كده اول بيتزاية خلصت اهي يا حبايبي، بس هسيبها كمان 5 دقايق. هخلص بقى الصواني وارجع معاكم تاني وانا بعمل الكمام. ورجعت معاكم يا حبايبي كده، خلصت ال3 صواني بيتزا اهو، يا ريتكم جنبي او قريبين ليا كنت اروق. والكمام اهو يا حبايبي مبططاه وحطاه على الصينيه، وبعمل اهو في الفرن ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله على قابب وحلوه. اخلص بقى يا حبايبي الكمام وارجع اصوركم واخلص الطعم. وكده عملنا البيتزا اهي وخلصت يا حبايبي زي ما انتم شايفينها، لا فيها فراخ ولا لحمه زي ما انا عاملاها معاكم. والبصل والطماطم والفلفل يا حبايبي كنت حاطه عليها شويه ملح وفلفل وكمون وبابريكا. ده شكله اهو يا حبايبي، ودي الكبابه زي ما انتم شايفين. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. وشاركوا الفيديو للاخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.